ودخلوا وراه 4 بادي جارد. اتحاد كمال الاجسام يتدخل في الموضوع ده ويحاول يتخذ اجراء مع الناس اللي عملت كده عشان الموضوع ده ما يتكررش وما نشوفوش تاني. والناس اللي عملت كده المفروض العقاب بتاعهم يكون ان هو رفع دعوه على الاربع اشخاص او الخمسه اللي اعتدوا عليه. اللي حصل ان ميشيل دعبول نزل ستوري عنده قال ان مستوى البطوله مستوى متدني جدا ومستوى ما يليقش بالاي اف بي بي، وكمان قال ان المنافسين في البطوله نفسها مش واخدين حقهم. وعمل فيديو في الستوري بتاعته بيقول فيه انا بدفع من 50 ل 60 دولار عشان اتفرج على البطوله كامله في ارنولد كلاسيك ومدتها بتوصل ل3 ايام. ازاي في البطوله دي ان هو يدفع 50 دولار ويتفرج على فئه واحده، ولو حابب ان هو يتفرج على باقي الفئات المفروض يدفع تاني؟ فبكل بساطه الراجل طلع قال الكلمتين دول ونزلهم عنده في الستوري وبيقول مش ده المستوى بتاع الاي اف بي بي والكلام ده ما يليقش بيه. هشغل لكم دلوقتي الفيديو اللي هو نزله عنده في الستوري وقولوا لي الفيديو ده يستحق اللي حصل في البطل ده ولا لا. I feel really sorry for guys who are prepping for 3-4 months and then they end up not treated well or not competing in a show they get respected. This is really need to change, man. People really need to speak up. I know this might piss some people off, but I don't give a shit. I'm from this. Athletes really need support. Really need to get treated well. That's not the way to treat an IFBB pro or even an amateur athlete. That's not a show you want to compete at. At the Arnold, we pay like around $50-$60 for 3 days expo. Watch the show, all divisions, except the open, I think. Here, you pay £50 to watch one fucking category, and then you find out you need to pay for another one to watch a small show for 5 or 4 people. Shows used to be really good. You know, it's really bad. بكل بساطه ده كل اللي قاله. فهل انتوا شايفين ان اللي قاله ده يستحق اللي حصل فيه من الناس دي؟ وبعد ما نزل الاستوريات دي راح يدخل الباك ستيج عشان هو معاه لاعب اصلا في البطوله دي. بكل بساطه الناس دخلوه ودخلوا وراه 4 بادي جارد، ويا ريتها جت على قد الاصابات اللي في وشه، لا ده عنده كسر في الضلع كمان. يعني الموضوع ده يحتاج منه علاج وممكن يأثر عليه في المستر اولمبيا الجاي. اللي ميشيل دعبول عمله كالاتي ان هو رفع دعوه على الاربع اشخاص او الخمسه اللي اعتدوا عليه ورفع دعوه على منظم البطوله دي. بس انا من وجهه نظري اللي حصل معاه ده المفروض ما يخلصش على قد كده. اللي حصل ده هيأثر عليه في المستر اولمبيا الجايه، غير ان هو هيأثر عليه نفسيا، غير ان شكله قدام جمهوره والناس اللي بتدعمه هيبقى عامل ازاي. فانا اتمنى ان الموضوع ما يخلصش على كده، وان شاء الله يكون في رد قاطع على الناس دي، وان اتحاد كمال الاجسام يتدخل في الموضوع ده ويحاول يتخذ اجراء مع الناس اللي عملت كده عشان الموضوع ده ما يتكررش وما نشوفوش تاني. وهسيبكم تكتبوا رايكم في الكومنتات تحت، هل البطل ده يستاهل على اللي هو عمله اللي حصل فيه؟ والناس اللي عملت كده المفروض العقاب بتاعهم يكون ايه؟ وبكده فيديو النهارده هيكون خلص. ولو لسه بتتفرج عليه لحد دلوقتي انزل اعمل اشتراك في القناه تحت، اعمل لايك على الفيديو ده.